السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو نسيو الاشتراك في القناة، التشجيع لنا والضغط على زر اللايك اذا عجبكم الفيديو. نبداو. مرحبا بك. هذه قصة غتنسيك في العالم الخارجي وتذكرك بأول خطوة تخطات على هذه الأرض. قصة سيدنا آدم عليه السلام اللي هبط للكرة الأرضية ولكن بطعم مغربي. غرق معايا في السطور وعيش اللحظة. تخيل معايا سكات، واحد سكات غريب ومخيف ما عمر آدم عليه السلام سمع بحاله في الجنة. فجأة تحلو العينين اللي كانوا مولفين يشوفوا أنهار من عسل وخضورية ما كتسالاش ونور ساطع مريح للقلب. دابا كاين غير التراب، الحجر والشمس حارة. هبط آدم عليه السلام هو وحواء. الصدمة الأولى كانت هي الثقل. في الجنة كان كيطير كيتحرك بخفة، ما كاين لا جاذبية كتجر الأرض ولا عيا. دابا رجليه تغرسو في الرملة وحس بلي الدات ديالو ولات ثقيلة بزاف. وقف آدم وشاف حواء وشافو السما اللي ولات بعيدة بزاف. طاحو دموع ديال الندم حيت كلاو من الشجرة. كيقولوا الروايات بلي آدم عليه السلام بقى كيبكي سنوات طويلة، ماشي غير حيت خاف ولكن حيت توحش القرب من الله والعيشة في الجنة. في الجنة كان غير كيتشاهى الحاجة كتحضر بين يديه. دابا دازت سوايع وتحرك لداخل ديالو واحد الإحساس غريب وعنيف ما عمرو جربو. الجوع، كرشو بدات كتغوت وحلقو نشف من العطش. بقى آدم غادي هو وحواء وسط الويدان والجبل. لقى شجر الأرض ماشي بحال شجر الجنة. الشوك كيجرح اليدين والغلة خاصك تقلب عليها وتنقيها. ملي لقى أول دلاح أو فاكهة كيف كتقول بعض القصص واحد فيها لقى المذاق مختلف تماما، فيه المرورة وفيه الحموضة وخاصو يمضغ ويبتلع. وحس لأول مرة بالهضم والخروج. ملي هبطو كانت أوراق الجنة اللي سترو بيها راسهم بدات كتيبس وكطيح. هنا لقى راسو عريان أمام قسوة الطبيعة. البرد ديال الليل بدا كيزير عليه. هنا بوحي من الله تعلم كيفاش ياخد جلد الحيوانات بحال الغنم أو السبع ويصاوب منه أول لبسة في تاريخ البشرية. تخيل الصعوبة، يدي مولفة الحرير ديال الجنة دابا كتخيل الجلد والشوك والحجر الحاد. أصعب حاجة عاشها آدم عليه السلام هي الليل لأول مرة. في الجنة ما كانش كاين ظلام، كان كلشي منور بنور الخالق سبحانه وتعالى. ملي بدات الشمس كتهبط في الأفق ديال الأرض بدا آدم كيترعد. الظلام بدا كياكل الجبال والويدان شوية بشوية حتى ولا السواد التام. بدا كيسمع شي أصوات مرعبة بحال عواء ديال الذئب، زئير الأسد، حفيف الشجر مع الريح الباردة. ولقى راسو هو وحواء صغار بزاف وسط هاد الكون العملاق والمخيف. هنايا إبليس ما خلاش في راحته، كان كيشوفو من بعيد ويضحك كيف راح يتهبطوا معاه للأرض وبدا كيوسوس ليه بالخوف والموت. بقى آدم شاد في حواء ومغمض عينيه كيدعي وكيستغفر حتى طلعت أول خيوط ديال الشمس. ديك الساعة هاد تنفس وعرف بلي النهار كيرجع، بلي رحمة الله ما غادياش تخليه. بما أن الأرض ما فيهاش الواجد يعني الحاجة اللي كتلقى راسك ضروري تسبب السبب، كان لازم على آدم يخدم. نزل ليه جبريل عليه السلام بأمر من الله وجاب ليه معاه بذور من الجنة بحال القمح مثلا. العافية براسها كانت معجزة.
تعلم كيفاش يضرب حجرة مع حجر باش تخرج الشراهة، وملي شعلت أول عافية خاف منها في الأول، ولكن لقاها هي الأنيس ديالو في البرد، وهي اللي كطيب ليه الماكلة. كتقول بزاف ديال الروايات والتفاسير بلي آدم وحواء ملي هبطوا من الجنة تفرقوا. آدم هبط في بلاصة، كاين اللي كيقول الهند، وحواء في بلاصة أخرى، كاين اللي كيقول جدة في السعودية. تخيل معايا كيفاش داير هاد البحث، أرض شاسعة وما كاين لا أي أداة تدلك على الطريق، ولا أصلا الطرقان ما كانوش ولا علامات. بقى آدم كيمشي لشهور وسنوات، كيقطع الفيافي والويدان، كيقاوم الوحوش، وعينيه كتقلب على النص الآخر ديالو. والتقاو أخيرا فين؟ في جبل عرفات. وهذا علاش تسمى عرفات، حيت تيسر ليه تعارف واللقاء فيه بعد الفراق. ملي شافها وشافتو نساو كاع هاديك التمارة ديال الأرض، وبكاو بدموع الفرحة، وحسوا باللي واخا هما في الأرض راه رحمة الله غافر عليهم وجي معاهم. من بعد هاد الرحلة المشوقة والمعاناة استقر آدم وحواء، وبداو كيولدوا ولاو كيشوفوا ولادهم بادين كيكبروا قدامهم. وهنا بدات قصة أخرى ديال قابيل وهابيل والصراع الإنساني. عاش آدم عليه السلام في الأرض مئات السنين، وبنى أول بيت، ورجع للأرض الخيالية لبلاصة عامرة بالحياة، ورجع للأرض الخيالية لبلاصة عامرة بالحياة. ولكن بقى دايما عاطي لولادو وصية وحدة كيتوارثوها. قال يا ولدي هاد الأرض راه غير ممر وطريق ديال الخدمة وتمام، والوطن الحقيقي ديالنا هو الجنة، تما فين تخلقنا وتما فين خاصنا نرجع. هنا هيك كنا وصلنا للنهاية ديال القصة خوت، ونتمنى انها تكون عجبتكم. فبتبخلوش علينا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد، وضغط زر لايك اذا عجبكم الفيديو. وقولوا لي اذا بغيتوا شي قصه شي نبي كتبوا لنا في الكومونتيرات، ولا بغيتوا شي قصه واحده اخرى شي حاجه خيال رعب شنو ما بغيتوا علميه كما كانت كتبوها لنا في الكومونتيرات، ونحاول نعمل ليها فيديو. وكنتمنى تكون هذه القصه عاشت معاك اللحظه وحركت فيك مشاعر البدايه الاولى للبشريه. ونسولك واحد السؤال، هل البحث عن تفاصيل أكثر حول قصة قابيل وهابيل أو نهاية حياة آدم عليه السلام أتعجبكم يعني إذا عملت لها فيديو؟ ولا جاوبونا في الكومنتيرات. وهادشي اللي كان، نتلاقاو في فيديو جديد. تشاو.